ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. النهارده معانا فيديو جديد وحلقه جديده معانا ومعاكم على قناتنا على اليوتيوب. ويا ريت قبل ما نبدا ننزل نعمل لايك وسبسكرايب زي ما اتعودنا عشان يوصل لنا كل جديد. ومحتاجين دعم منكم عشان القناه يعني الدعم بتاعها واقف ودوت اللي مخليني انا منزلش حاجات كتير. فلو في دعم الفترة الجاية أكيد أنا هنزل لكم فيديوهات أكتر وهنزل لكم بريستات وحاجات انتوا هتفيدكم في شغلكم أكتر. تمام. درس النهاردة إن احنا هنشتغل على الصورة دي ريتاتش. تمام. وهسيب لكم البريست اللي احنا هنشتغل بيه في الديسكريبشن تحت عشان لو حد محتاجه. طبعا احنا ما بقولش ان انا هسيب لكم حاجة ببيعها ولا بنزل حاجة بفلوس، انا كل حاجة بنزلها فري، مش محتاج منكم غير دعم. فانا ما قصرتش، يا ريت بقى ما تقصروش معايا. اللي اتفرج على الفيديو يعمل لايك كومنت اي كلمة حلوة يعني تشجعني، بس مش محتاج منكم حاجة اكتر من كده. آه هنبدأ نعمل دبل لاير زي ما اتعودنا كده. نخش على فلتر، كاميرا رو فلتر. نركز في التفاصيل بتاعت الفيديو دوت عشان كل حاجة هتفيدنا بشكل كويس في الفوتوشوب. تمام. طبعا انا مش هعمل اعدادات مانيوال، انا عامل بريست اللي هسيبه لكم في الديسكريبشن تحت. تمام. ده البريست جاهز طبعا، حطيناه على الصورة ودوسنا اوكي، معملناش حاجة تاني. تمام. بريست بقى موجود معانا بالشكل ده. تمام. هنعمل دبل لاير تاني وهنبدأ نعمل تنعيم خفيف للبشرة في حبوب أي حاجة كده عشان الصورة بتاعتنا يبقى شكلها لطيف. تمام. أهم حاجة إن احنا واحنا بنعمل تنعيم نخلي بالنا احنا ما نسيحش الدنيا في بعض. احنا يعني نشتغل واحنا واخدين بالنا من كل حاجة المفروض يعني. تمام. طبعا في ناس فاهمة الكلام ده وفي ناس مبتدئة لسه مش عارفة الكلام ده، فاحنا أهم حاجة إن احنا ما نبوظش الصورة بتاعتنا واحنا بنشتغل. احنا يعني المفروض بنشتغل edit، إن احنا بنحسن شكل الصورة، بنطلعها بأحسن جودة بأحسن ألوان. تمام. في أماكن شبه كده هنبدأ ننعم عادي، مفيش أي مشكلة. تمام. في أماكن ظاهرة شبه الوش والحاجات ديت ما ينفعش ان احنا ندخل كل الالوان على بعض. تمام. هنيجي نكبر البراش بتاعتنا شوية. لو ملاحظين ان احنا بصوا لو اشتغلنا بالعرض بنفضل ماشيين بالعرض رايح جاي، ما ينفعش ان احنا ناخدها بالعرض وبعد كده تاخدها بالطول، ما ينفعش. تمام. ده كده طول وده كده احنا بالعرض. تمام. عشان ما نبوظش حاجة. تمام. المنطقة اللي فيها الشمس دي محاولش ان احنا نزود فيها عشان ما ندخلش اللون بتاعت الإضاءة بتاعت الشمس مع البشرة ونبوظ الدنيا. تمام. احنا كده يعتبر خلصنا تنعيم وعملنا البريست بتاع الصورة. تمام. الألوان بتاعتنا هنبدأ إن احنا نغير شكل الصورة بقى 180 درجة. التركاية ديت مش أي حد هيقولها لك. تمام.
هنيجي عند retouch برو. تمام. نخش على finish background. هندوس على dark background. هيبدأ ان هو يحمل معايا كده. واحلى حاجة في الريتاتش برو ان هو التحديد بتاعه بيبقى دقيق، مفهوش غلطة. بصوا كده، بصوا الصورة اتحولت معانا ازاي. بصوا كده، ده قبل وده بعد. شايفين الفرق؟ هناخد منها دبل وهنقللها 50%، وهنيجي نقف هنا وندوس كنترول اي عشان نحولها على الاشخاص. بصوا كده، بصوا يعني الفرق، ان انت خليت الصورة بتاعتك من عادية لبروفيشنال. الايديت اللي انت بتشوفه على النت ومتعرفش توصل له على طول. تمام، موضوع بسيط. وهنكمل الصورة بتاعتنا بقى، يعني هنعمل دمج كل ده، وهنعمل دبل لاير تاني. هنيجي نحدد ال نحدد الراجل لوحده. تمام، عشان البشرة مختلفة. تمام، احنا محتاجين نعمل ايه؟ احنا محتاجين منه ان احنا ممكن نرفع الإضاءة بتاعت وشه شوية. تمام، تمام. علينا الإضاءة شوية بتاعت الوش. تمام، هنبدأ إن احنا نحدد العروسة بقى كمان. ندوس على كيرفز هنا برضو. نبدأ بصوا نعلو هنا من النص حاجة بسيطة. هنيجي من تحت نغمقها شوية من فوق، نغمقها شوية كده. تمام، وهنخليها 65. تمام، وهو برضو نفس النظام 65. تمام، نبدأ نعمل دمج لكل ده مع بعض. تمام، تمام. المرحلة اللي بعد كده ايه بقى؟ هنفتح هنا كده ونعمل بشرة جلد. هنيجي هنا كده نقرب عروسة. هنبدأ نظبط البشرة بتاعتها كده بالشكل ده، بحيث
بحيث ان هي تبقى واخدة اللون الجولد او اللون الطبيعي بتاع البشرة يعني. تمام. تمام. العريس مش محتاج عشان العريس اسمر شوية، فاحنا هنعمل دمج كده، وهنبدأ بقى ان احنا نخش على اخر خطوة. نعمل كده، هنيجي ناخد ال طبعا انا كنت شغال عليها قبل كده عشان لازم اجرب. تمام. وده كده تغيير. ايه ده بقى؟ ده احنا طبعا شارحينه قبل كده، بس احنا ممكن نعيدوها. هندوسه هنا selective color. تمام. تخش تظبط الالوان شبه ما انت عايز على كل صورة. تمام. وبس كده يكون فيديو النهاردة خلاص معانا بالشكل ده، واشوفكم في الفيديو الجاي. سلام.